ازيكم عاملين ايه؟ دي الحلقة السادسة من مسلسلنا. لو لسه ما شفتوش بقية الحلقات روحوا شوفوها وتعالوا علشان نكمل. بنشوف بقى رايك مع هيجو وهو بيقول لها انت بتعملي ايه هنا وعرفتي ازاي مكاني، لكن هي بتقول له ان انا عايزه اعرف بس انت قاعد معاها بقالكوا قد ايه هنا. فبيقول لها ان ده مش مهم وان هم خلاص انفصلوا عن بعض، فهي مهتمة بيه ليه؟ لكن هي بتقول له ان هم ما انفصلوش ولا حاجة وان هي بعدت عنه بس شوية عشان يكون سعيد، بس دلوقتي الموضوع اختلف وان دلوقتي متأذي جامد ومحتاج. هو بيقول لها ان كل اللي بتقوله ده اي كلام، لان هي لما بعدت عنه قالت ان هو كان مدمر حياتها، وبيقول لها ان هي تخليها بعيد عنه لان هو مش عايز يدمر لها حياتها تاني. فبتقول له انت عايز تمشيني انا وتخليك انت مع المحاميه اللي مش عارف هي بالنسبه لك ايه اصلا، لكن هو بيقول لها ان هي الوحيده اللي هو ممكن يثق فيها. وبيقول لها ان انت بعد ما سبتيني انا ما كنتش عارفه اتاقلم مع حياتي وكنت بمشي بالادويه، بس انا دلوقتي ما باخدش اي ادويه، حتى بعد ما وو مات انا ما باخدش اي حاجه، وكل ده اكيد هيكون بفضل نانا. وبيقول لها لو فعلا انا بهمك ما تظهريش قدامي تاني بقى. بيدخل بقى لنانا وبيتاسف لها على كل اللي حصل، وبعد كده بقى بنشوف هيجو وهي بتفتكر زمان لما راحت لرايك ورمت له الصور قدامه وبتقول له يعني انت كنت عارف ان انا بخونك وساكت وما قلتليش ليه بقى، ولا هتعمل فيها اللي انت مهتم بمشاعرك؟ لكن هو بيقول لها ان هو كان عايز يحميها لان عيلتها لو عرفت اللي هي بتعمله ده ما كانتش هتسكت له، وبيقول لها ان هو كان بيعمل كل ده عشان حياتها ما تتدمرش، لكن هي بتقول له ان هو مدمر لها حياتها من زمان، وبتقول له ان هي بقت كده بسببه هو لان هو اللي سابها وتخلى عنها كمان، وبيعذر منها وبيقول لها ان هو هيمشي لو ده اللي يريحها. وهي طبعا مش بتسكت وبتقول له انت شخص بالنسبه لي مش مهم، ده امك اصلا بتلعب قمار وملكش عيله، ولا علشان بقيت مشهور شويه بقى هتشوف نفسك علينا. وبتقول ان هي كل الوقت ده ما كانتش موجوده بالنسبه له لان هو كان خاف العلاقه بتاعتهم عن الاعلام، وبتيجي عشان تمشي لكن هو بيمسك ايدها وبيقول لها يعني انا كل الوقت ده ما كنتش مهم بالنسبه لك، وبيقول لها ان هي تسيبها من القناع اللي هو بيحطه قدام الناس، هو كرايك الانسان مش بتحبه خالص. فبتقول له ان هو ولا حاجه طبعا من غير القناع بتاعه، وبتمشي وبتسيبه. بنشوف بقى نانا وهي قاعده بتشتغل، لكن بقى كل اللي بيكون في دماغها ايه اللي حصل الصبح لما مسك ايديها. بتلاقي ان الباب بيخبط وهو بيقول لها ان هو حاط لها ورقه هتفيدها جدا في الاستجواب بكره، وبيعتذر منها تاني على اللي حصل الصبح، وبيقول لها ان هو مش بيعرف ينهار قدام حد الا هي دلوقتي، وانه مش حاسس ان هو خجلان من الموضوع ده، وان هو واخد راحته على الاخر في البيت الصراحه. وبيشكرها على انها بتقف جنبه، وبيقول لها انا عارف اللي انت عايزه تخرجيني من كل ده وانا هساعدك. تاني يوم بقى هما رايحين الاستجواب، بتفضل تقول له ان هو لازم يكون هادي كده وان هو يبقى عارف جاي هيقول ايه علشان يعرف يرد عليه، وبيسالها انت اشتريتي العربيه دي؟ فبتقول له ان هي مأجراها بس عشان يروحوا بيها، وهما في العربيه بقى بتقول له ان هو يفضل هادي لان هو وجي اكيد ممكن يشدوا مع بعض، لكن هو بيقول لها ما تخافيش خالص انا هفضل هادي وساكت. والهادي بقى بينفعل على جي قدام كوكو وبيفضل يقول ان هو كداب، وجي بيقول انا قلت لكم من زمان ان هو شخص شرس جدا وهو شفته بعينكم. ورايك بيقول له ان هو يبطل كذب لان هو ما كانش بيتخانق اصلا مع وسونج. وكوك بقى بيقول ان جي قال ان انت اصلا كنت ماضي مع شركه تانية غير الشركه اللي انت فيها دلوقتي، وان انت كنت هتخلي عادي جدا على الفرقه بتاعتك وهتروح وتشتغل لوحدك. لكن رايك بيقول ان ديت شائعات وان الكلام ده مش صح، لكن جي بيقول له ان هو اتاكد من الكلام ده بنفسه، وان هو اليوم اللي كان فيه في المستشفى قال له وسونج كل الحاجات دي علشان كده اكيد انت قتلت. بنشوف بقى ان وسونج فعلا كان قاعد مع جي وكانوا بيتكلموا عن رايك، وسونج ساعتها كان بيقول له ان رايك طيب وبيحبك، لكن هو بيقول بيحب مين؟ ما بيحبش الا نفسه. وبيقول له ان هو عارف ان هو وقع مع شركه تانية غير الشركه اللي هم فيها دلوقتي، وان هو عايز يتخلى عن كل حاجه لان الشركه التانية هتديله فلوس أكتر. ولما وسونج بيقول له انت عرفت الكلام ده منين؟ فبيقول له ان صاحبه شغال هناك في الشركه وهو اللي قال له كل حاجه، وبيقول له ان هو كان عايز يخلي الموضوع ده سر، بس انا بقى هفضح كل حاجه بكره، ان الصحافه لما تعرف الموضوع ده بكره اكيد هيدمروه. لكن وسونج بيقول لجاي ان هو ما يقولش لاي حد لغايه ما هو يروح ويتاكد فعلا من رايك، وجاي بيقول ان اكيد لما وسونج بقى جالك وقال لك الكلام ده انت قتلت، بس رايك بيقول ان هو ما قتلهوش. لكن كوك بيقول له اللي احنا عارفين بقى اللي مامتك جالها مبلغ كبير على حسابها، وان المبلغ ده كان من الشركه اللي انت وقعت فيها. بيخرج بقى رايك وهو متعصب في الوقت ده وبيقول لنانا ان هي تعرف مامته فين، وفي نفس الوقت ده جاي وهو ماشي كوك بيقول له ان هو ممكن يرجع ويستجوبه تاني، فبيتوتر بقى وبيقول له عشان انت قلت لي لما اتكلم واقول كل اللي عندي النهارده مش هتستجوبوني تاني. لكن كوك بيقول له ان هو كذب مره وان هو ممكن يكذب مره تانية عادي، فهم اكيد لازم يستجوبوا. بنشوف بقى رايك وهو رايح لمامته مكان القمار وبياخدها علشان يشوف هي عملت كده ليه، وبيقول لها انت فعلا وقعت مع الشركه دي، فبتقول له ان هي عملت كده فعلا وان هي اللي ربته وكبرته فلازم تستفيد منه شويه بقى، يعني هتموت من الجوع. وبيقول لها بسبب اللي انت عملتيه انا بقيت مشتبه في جريمه قتل، فهي بتقول له ان هي حزينه جدا وان هي ما كانتش تتوقع ان هو يعمل كده وان هو يبقى شرس للدرجات، وبتقول له بسبب اللي انت عملته تم استجوابي من المدعي العام ده، وانها بتسالها انت حكيت له ايه بقى وايه هي اسم الشركه اللي انت وقعت فيه. لكن هي بتفتكر كلامها معاه لما قال لها ان هي ما ينفعش تقول اي حاجه لاي حد من اللي هو سالها لها جوه، ولو بقى على ابنها فهو لو اعترف بالجريمه بتاعته وسلم نفسه بسرعه احنا هنديله 10 سنين. فبتفتكر الكلام ده وبتقول لها ان هي مش فاكره اي حاجه، حتى رقم تليفونهم مش عارفاه. لكن رايك بقى بيزقها وبيقول لها ان هي تمشي وان هو مش عايز يشوفها تاني، بيكون بقى متضايق جدا، لكن هي بتوديه بقى مكان عشان يغير جو، وبتطلعه بقى قدام بنايه وبتوري له اعلان ليه هو والفرقه بتاعته وان في ناس لسه بتحبه ومستنيين البراءه بتاعته. بنشوف بقى المساعد وهو قاعد مع جي وبيقول له ان انت ما نفذتش كلام الرئيس ليه، لكن هو
قال له ان هو عمل كده فعلا، ان هو فضل ساكت وقال لهم حتى ان هو كان في المستشفى، وان هو قعد ساكت لغايه ما خلوه ان هو مشتبه في جريمه القتل دي. لكن المساعد بيقول له ان انت رحت هناك وان انت قلت معلومات اصلا غير مؤكده. لكن جاي بيقول له لان هو فعلا اللي عملها، ده حتى ان هو ساب الشركه بتاعتنا وراح وقع في شركه تانية. فالمساعد بقى بيزعق له وهو بيقول له ان هو ليه بيدافع عن رايك بالشكل ده، فبيقول له لان رايك فعلا ما عملهاش. وبيهدى بعدين وبيقول له ان هو ما ينفعش بقى يتكلم مع الصحفيين في اي حاجه من الحاجات دي، فبيقول له ان هو هيفضل ساكت زي ما هو، بس لازم بقى الرئيس يجدد له العقد. فالمساعد بيقول له ان هو هيقول للرئيس ان هو يجدد له العقد هو وبين كمان. لكن بين في الوقت ده بيخرج وبيقول لهم ان هو مش هيجدد العقد وان هو هيمشي، وبيقول له ان رايك جه وشافه وان هو من ساعتها حاسس بالذنب لان هو ما عملش اكيد حاجه. ولما جاي بيرجع عشان يقول له ان هو القاتل، بيقول له ان هو ما قتلش حد وانت عارف ان هو وسونج كانوا صحاب جدا. وبيقول لجاي ان هو مش هيقدر يكمل كده وبيمشي وبيسيبهم هما الاثنين. بنشوف بقى في الوقت ده كوكو وهو قاعد مع باباه في العربيه وبيتكلموا على القضيه، وبيقول له ان جاي كمان دلوقتي مشتبه بيه وان احنا عايزين نعمل استجواب للاثنين. لكن بابا بيقول له ان اللي هو بيعمله ده مش صح وان هو يركز مع رايك عشان يلبسه القضيه، وان احنا مش فاضيين كل شويه نشوف واحد تاني يكون هو المشتبه. وبيقول له ان لو الاعلام عرف اي حاجه من اللي انت بتقولها دلوقتي هيقلب علينا قلبك بيه. في نفس الوقت ده رايك كنا بيكونوا بيتكلموا ان انا بتقول له ان هي اكيد هتلاقي الشركه اللي وقعت على العقد. هو بيقول لها بس انا هروح بقى واتكلم مع الرئيس التنفيذي بتاع الشركه بتاعتي عشان نشوف حل. بيجي لها بقى رساله وهم بيتكلموا فبتستأذن منه عشان تمشي. وبنشوفها وهي قاعده مع هيجو اللي بتقول لها انا جايبه لك محاميين عاليين جدا ممكن يساعدوكي في القضيه، لكن انها بتقول لها ان هي مش محتاجه حد وان هي مش بتشتغل بالشكل ده. فهيجو بتقول لها ان هي كانت عايزه تساعدها وان هي لو محتاجه مساعدتها في اي حاجه هي موجوده، وبتحكي لها ان هي ورايك قعدوا 10 سنين يتوعدوا. وبتقول لها ان هي كانت حب الاول وان هو برضو اول واحد تحب، وانها بتقول لها ان هو قاعد عندها الفتره دي لان هم حاجزين على بيته، فبتقول لها ان هي عارفه كل حاجه. بنشوف بقى رايك ونانا وهم رايحين عند رئيس الشركه، ورايك بيقول لها ان هي ما تقلقش وان هو يدخل ويكلمه هو بنفسه، فبتستناه بره بقى. وفي الوقت ده بتشوف رئيسها في الشغل فبتروح علشان تقعد معاه. رايك بقى بيخش الرئيس وبيقول له انت عارف كويس ان انا ما حاولتش ان انا اوقع مع شركه تانية، وبيقول له فاكر المسوده اللي انا كنت كاتب لك فيها طلباتي، انا عايز بقى المسوده دي، واللي فيها ان هو عادي هيجدد العقد معاهم بس الاول لازم يجددوا العقد بتاع كل الفرق. فالرئيس بيقول له طبعا المسوده دي معايا وانت ما تقلقش مني خالص، لو عايزني كمان شاهد معاك انا موجود، بس المهم ان انت تثبت براءتك علشان نقدر ندافع عنك. بنشوف بقى اننا وهي قاعده مع الرئيس بتاعها وبنعرف ليه بقى هي بتحبه للدرجه دي وجت اشتغلت معاه، وبنعرف ان الرئيس بتاعها هو كان المحامي بتاع باباها لان باباها كان متهم بالقتل. وبيقول لها انا عارف ليه دلوقتي انت بتدافع عن رايك بالشكل ده، لان هو بيفكرك بباباك وان القضيه بتاعته زي القضيه بتاعت باباكي بالظبط. فهي بتقول له ان فعلا ده حصل، وان زي ما دلوقتي ما حدش مصدق رايك انا زمان ما كنتش مصدقه ابويا، ولما كنت بقول له انت اللي عملت كده كان بيقول لي يعني انا لو قلت لك اللي ما عملتش هتصدقيني، فما كنتش برد عليه. وطبعا هي بتندم لغايه دلوقتي ان هي ما كانتش بتقول لباباها اي حاجه، وبتشكر الرئيس لان هو الوحيد اللي كان واقف جنب باباها. بنشوفهم بقى في البيت وراك ما بيكونش عارف ينام وعمال يبص لنانا، وبعدين بيروح وبيقعد جنبها وبيقول لها ان هو مش عارف ينام لان النور منور، فبتقوم علشان ما تزعجوش، لكن هو بيقول لها ان هو عايزها تقعد معاه، لكن هي بتقول له ان هي مشغوله، فبيقول لها ان هي بس تقعد معاه شويه، وبيقول لها ان هو ما يعرفش عنها اي حاجه وان هي عارفه عنه كل حاجه. وبيقول لها بعيدا بقى عن الشغل ايه الهوايات اللي انت بتحبي تعمليها؟ فبتفتكر الحاجه الوحيده اللي كانت بتخليها مبسوطه ان هي تفضل متابعاه وتعلق له على كل حاجه، لكن بتكذب عليه وبتقول له ان هي مش فاضيه للحاجات دي. فبيسالها طب ايه الاكله حتى المفضله عندك؟ فبتقول له الكمباب، فبيقول لها بس دي الاكله المفضله عندي، فبتعمل فيها مصدومه وان هي ما كانتش عارفه. ولما بيسالها لو بتحب الموسيقى فبتقول له ان هي مش بتحبها خالص، لكن هو بقى بياخدها من ايديها وبيوديها مكان كده وبيبدا يعزف لها على البيانو، وبيقول لها انا عازف لك دلوقتي لان انت بتقولي ان انت ما بتسمعيش موسيقى خالص فانت لازم تسمعي، وبيفضل يعزف لها وهي بتكون ماسكه نفسها عشان ما تقعش في حب اكتر من كده. في الوقت ده بقى بنشوف جاي وهو بيلم حاجته كلها وبيهرب من البيت، وفي نفس الوقت جيم بقى بيكون مراقب الشخص اللي وقع مع ام البطل، وبنعرف ان هي شركه موسيقيه وان هي شركه مشبوهه. فجيم بقى بيتصل بيننا وبيقول لها ان هو جاب لها كل المعلومات عن الشخص ده، فبتكون بقى رايحه عشان تقابله، لكن رايك بيقول لها ان هو عايز المفتاح بتاع البيت لان هو ممكن يخرج بره، فبتقول له ان هو لازم يبقى حذر عشان ما حدش يعرفها، وبيقول لها ان هو عايز بس يخرج شويه في الجنينه كده. بنشوف الحلو بقى وهو خارج بقى وبيتسوق علشان يعمل لها الاكله المفضله عندها، وبيكون متخفي كده بشكل مبالغ فيه، وبيتصل بقى في الوقت ده على مدبره المنزل بتاعه، وهي بتتصدم اول ما بيتصل بيها وبتقول له ان هي اتصلت بيه كتير جدا وان هو ما كانش بيرد عليه، وبتفضل تبكي وبتقول له انا مش عارفه ازاي يتهموك بحاجه زي كده، وان انا لما شفتك هناك في الكنيسه كنت عايزه اكلمك بس ما عرفتش. بتكون عايز تطمن عليه وان هو بياكل كويس، فبيقول لها علشان كده بقى انا متصل بيك، هو بيقول لها ان هي تقول له الوصفه بتاعت الكمباب عشان عايز يعملها لحد. في نفس الوقت بقى بنشوف نانا وهي قاعده مع الموظف اللي خلى مامه البطل توقع له على العقد، وبتقول له ان العقد بتاعه ده باطل لان مش البطل هو اصلا اللي موقع له عليه، لكن هو بيقول لها ان العقد مش باطل ولا حاجه، وان هم اللي جم وقالوا احنا عايزين بس شركه توظف الفرق. فهي بتقول بقى مين اللي قالك الكلام ده وانت اتفقت مع مين؟ فبيقول لها ان هو اتفق مع ووسونج اصلا. في الوقت ده بنشوف رايك وهو بيعمل الاكل بس ما بيكونش لاقي الرز، فبيجي عشان يتصل بنانا لكن بيكون عايز يعملها لها مفاجاه، فبيتصل بجين وبيسال جين عن مكان
مكان الرز فبيقول له ان هو ممكن يبقى في الدور اللي فوق. هو بيطلع فعلا وبيلاقي الرز وبيكون خارج، لكن بقى بيلمح شويه حاجات كده تخص البطل. هو بيفضل يشوف ذكرياتها وصورها وهي صغيره وبيكون خارج، بس بيلاقي ان في صندوق كده في الحاجه بتاعته. الوقت ده بقى نانا بتكون جايه وكل اللي في دماغها ازاي وسونج اصلا هو اللي متفق مع الشركه دي. ولما بتدخل بتتصدم لان كل حاجه المعجبين والتشجيع اللي هي كانت مخبياها مرميه قدامها. وبتلاقي ان رايك قاعد في زاويه كده وبيقول لها ان هي تشرح له بقى كل ده. وبتخلص بقى معانا الحلقه على كده. لو عايزين نشوفوا بقيه الحلقات اكتبوا لي في التعليقات، وسلام.